كتير. اعرف ان انت في الاول انت خريج حقوق اه مظبوط، وكنت المفروض هتبدا كوكيل نيابه ولا بدات اوريدي؟ لا، انا كنت خريج حقوق وكملت ماجستير تمام. قانون امم. واشتغلت فتره محامي. كنت المفروض يعني هبقى في هيئه قضاء الدوله، كنت هكمل امم. وبتاع. بس انا جه وقتها كنت خدت قرار ان عايز ارجع امثل. انا امم. كنت بمثل ايام الجامعه. كنت بتمثل اصلا في كنت وقت في بمثل ايام الجامعه؟ الجامعه اه. اه، مسرح وقعدت بقى سنتين بعد الجامعه وسنتين ونص كنت شغال فيهم محامي بعمل فيهم اه. ماجستير. خلصت الماجستير امم. قررت اني مش قادر، انا عايز ارجع امثل. فكلمتهم في البيت، وانا اصلا مش من القاهره، انا سويسي من تمام. السويس. فكلمتهم قلت لهم لا انا نازل القاهره وهقعد همثل. وهمثل. فتعاملوا معايا اني مجنون، يعني انت قرار بتعمل صعب ماجستير ليه جدا اصلا، اه. وشغال وبتاع، وفجاه خلاص انت. وبعدين ده هيئة قضايا الدولة اه التعيين والمحاماة، كان ده جو جد مفيش. قوي، وبعدين انت شكلك مش جد ما خالص. اه صح. لا الموضوع الجد ما مختلف. ياكلش عيش. هو طبعا مهنة جميلة لا بس طبعا مهنة شرف لأي حد بس هي يعني الكاركتر بتاعك لما احنا شفناه كفنان كوميدي مش قادرين نتخيله بقى هي يعني الفكرة كوكيل نيابة هي او كهيئة قضايا الدولة هي يعني. الفكرة في الحب، يعني انت اه. حابة حاجة بتبقي شاطرة فيها او بتبقي مجتهدة فيها. تمام. انا بطبعي بحب ابقى مجتهد، يعني حتى ايام لما كنت شغال في المحاماة اجتهدت ان انا اعمل ماجستير واعمل. انا بحب ابقى مجتهد. بس انا اه. كنت بمثل ايام الجامعة. حاولت ابعد سنتين على يعني خيال مم. مني ان في مم. البيت ممكن يرفضوا ان انا امثل. مم. فكنتش عايز ازعلهم، اه. يعني كنت رافض فكرة ان. فلقيت لا الموضوع بالعكس ما يعني. زعلوش لما من فتحت اه. فتحت الوالد، فتحت قلت له، قال لي لا براحتك. ويعني هو بابا ديمقراطي من وانا صغير، اللي هو شوف انت عايز تعمل ايه بس هو واعمله. القرار صعب فعلا. هو القرار كان مم. صعب بالذات على ماما، يعني بس انت 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 خدته على مجنون. طول، انت اه يعني كحمدي لا خدت القرار خدته على طول. فجأة اه. امم. وبالنسبة لماما ما فيش يعني، وانا ما كنتش نازل على اوكي. حاجة. اه. يعني هقول لك ايه، بس هي الفن ده اصله حاجه كده، هو الانسان متعة. الفنان اه اللي موهوب بيجري ورا الموضوع ده بكل طاقته وما بيفكرش بقى في كل هو التفاصيل ادمان يعني. التانية، صح؟ هو الفن ادمان، يعني الناس لما تيجي تقول لك امم. فلانه اعتزلت امم. ورجعت تاني ليه وبتاع والدنيا، فيقول لك بالظبط. ده رجعت عشان فلوس او رجعت عشان مش قادره تبعد على لا، الشهره. هو لا في لا لا. حاجات تانية. هو عشان مش مجربين. هو امم. الموضوع هو حب، هي بيبقى حاجه في الدم. اه طبعا. زي اللي بيلعب كوره، زي امم. يعني انا على حد معلوماتي اعرف ان امم. محمد فضل اللي هو لعيب كوره المشهور اللي كان في الاسماعيلي والاهلي. امم. محمد فضل كان وكيل نيابه بالفعل، اشتغل يعني امم. اشتغل وما قدرش، لان هي بتبقى حاجه واكم من الناس كانوا شرطه وكانوا زي كتير. اكرم حسني. في ناس كمان ناس خدت القرار كتيره. كبيرة مش اه صغيرة، يعني في اكرم ناس. حسني اللي هو اه. سيد ابو حفيظه بالظبط كان كده، ضابط كان شرطه، ضابط وكان شرطة. ضابط شرطه قوات خاصه اه. اكرم في حسني. ناس اخدت اه القرار وهي كبيرة كمان في السن، لان هو علشان في هي الدم. يعني بالنسبة لها لما بتشوف عمل قدامها او حاجة بتبقى خلاص بيبقى في هتتجن. غيره من جواه، اللي هو بالظبط. فكره انا انا هنا، انا ده ايوه ده مكاني. مكان اه صح. بالظبط صح. كده. فانت قلت ده مكاني. ده مكاني وخدت والحمد بعضك لله ورحلت بقى. او الحمد لله ان ربنا كرمنا بفضل الله. الحمد لله تمام. ان احنا الفرصه جات لنا بدري. في ناس الفرصه بتيجي يعني لو كانت جت بالظبط. متاخره كان في البيت بالظبط. هيبقى في معاناه اكتر، ان امم. هم زعلانين عليا. ان امم. فالحمد لله ان الفرصه جت بدري فهدي شويه. اه، يعني ماما فبدأوا تقعد في الاول انا يفرحوا مش بقى. راضيه وبتاع، فجاه اه. اه. اول ما ربنا اول ما كرم تطلع بقى التلفزيون ما تبتدي فيش بقى قالوا تتفرج ايوه بقى. يا ام اه. محمد الواد على التلفزيون، عارفه الجو. كانت بتعمل ايوه كده. طبعا. فرحانه طبعا ومبسوطه اكيد الحمد بنجاحك. لله الحمد لله ربنا يخليك. وقولي بقى الخطوه اللي كانت بعد كده، انت قررت تسافر القاهره واشتغلت في مسرح اشتغلت الدوله. في مسرح الدولة. وبعدين اشتغلت مع محمد الصغير انت مخرج. رحت كده دخلت مسرح الدوله قلت لهم لا عايزه كان امثل؟ في كنت انا جيت اقدم في مركز الابداع الفني في اه. نفس الوقت ده. كان في محمد الصغير صديقنا ومخرج كان بيخرج لنا، ومخرج على مستوى تمام. المسرح مشهور. مم. ده اللي اخرج سيزون 1 من تياترو مصر، اخرج منه يعني ثلاث ارباعه. اه. محمد الصغير قال لي انا بعمل مسرحيه في مسرح الدوله، ومعانا مم. كل الكرو باصحابنا اللي هم فريق تمثيل حقوق عين شمس، اللي هو اعوذ بالله من انا ومصطفى خاطر ومحمد انور وساره ومحمد السيد وكل مم. الشباب دول. قال لي بعمل مسرحيه في مسرح الدوله تيجي. فقلت اه. له يا ريت، يعني احنا بالذات احنا تربيه مسرح. بالظبط. فرحنا، فربنا كتب لنا بفضل الله كتب النجاح، عملنا مسرحيه اسمها شيزلونج. على يعني على مستوى مسرح الدوله سمعت بشكل كبير جدا. مم. الحمد لله قعدنا نعرضها سنتين على. عشان كانت مختلفه. كانت شبه تياترو، كانت حاجه سكتشات بالظبط، اللي وفيها هي ابديت اللي كل هي شويه. مش شبه المسرح الدولة قوي، ما اللي هي كانش تختلف تقليدي. شوية عن الشكل وكانت لايقه التقليدي. ان احنا في اه. مسرح الشباب، يعني احنا كنا في مجموعة مسرح شباب الدوله بالظبط كده. فعملنا مم. عرضنا فوق ال 200 ليله. اه. والحمد لله كان بيجي لنا اغلب الوسط، يعني استاذ سليمان عيد بحكم القرابه هو اول واحد جالنا فعلا. فابتدى يعزم اه، الناس. فنان دمه جميل جميل خفيف جدا وجميل وقف، جدا. ويعني اه. فضل الله ثم ليه هو اللي ابتدى، هو اللي عزم استاذ اشرف عبد مم. الباقي، وكان بيعزم استاذ محمود حميد. كل الناس جات لنا جميل. ومخرجين، واستاذ عمرو عرفه واستاذ نادر صلاح الدين واستاذ احمد عبد الله، كل الناس كانت بتجي لنا. مم. فاستاذ اشرف قال لنا انتوا معايا. جه خلاص. شافنا اه. معاك في ايه يا ريس؟ قال ما اعرفش، بس الحاجه اللي هخشها انتوا معايا فيها. بس فعلا كانت فكرة جميلة وجديدة بالنسبة آه. للشباب،
مش عايزه اقول لك طبعا انت اكيد عارف الاقبال كان بقى الحمد عامل لله ازاي هو وحب استاذ الناس اشرف ليكم بقى. هو طبعا فنان جميل جدا، جدا فنان وادانا اشرف باقي فرصه فنان جميل عمرنا محترم يعني احنا بنفضل طبعا. نقولها جميله على راسنا على طول. هو الراجل سبب رئيسي يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو في اللي احنا فيه كلنا يعني اظهر المواهب كلنا كلها لحد طبعا. دلوقتي منسوبين وهنفضل لحد ما نكبر في السن حتى احنا منسوبين على استاذ اشرف، لان هو اللي قدمنا للناس، هو اللي جازف جاب شويه شباب ما حدش يعرفهم اداهم ثقه. بالظبط. احنا من اول مسرحيه، عشان في ناس مم. بيقول لك ده بعد ما انتوا ابتديتوا تظهروا بقى يسيبكم. احنا اول مسرحيه عملنا اسمها واسلامات، كربيع بيخش على المسرح يقف ربع ساعه لوحده، وانا اخش بعده بقف 10 دقايق لوحدي، ما كانش تمام. معانا فهو سايب لنا ثقه ان الجمهور اللي كان بيجي وقتها لان ما هو يعرفش احنا مين. شافكوا وشاف فنكم من البدايه. وقدمنا الناس ما تعرفناش، الناس جايه تشوف استاذ اشرف عبد الباقي فجاه بالظبط. يلاقوا على المسرح ناس غريبه، فابتدت الناس ترتبط بالمجموعه، فالحمد لله فعلا. يعني. وعايزه اقول لك يعني يمكن يعني وجوهكم بقت معروفه لكل الناس الحمد بسبب لله هو مسرح المشروع مصر. نجح الحمد لله. وطبعا مشروع نجح وجميل، لان احنا كان اساس زمان المسرح كان زمان والسكتشات والحاجات دي كلها، دي حاجات كلها موجوده عندنا واساس، بس الفتره اللي فاتت دي كانت اختفى. مش موجوده خالص. ما هو استاذ اشرف عشان ابن مسرح عمل خطه، هو راجل ما بيشتغلش عشوائي، هو دايما بيحب وبيحب هو اللي يجيب الشغل. استاذ اشرف مش من نوعيه الممثلين اللي يستنى شغل يجي له، هو بيحب هو يبقى دايما ليه جمله مشهوره، يحب يفكر بره الصندوق. فكر في عيوب المسرح اللي كانت زمان، من ان المسرح كان بيتعرض متاخر فالناس ما بتقدرش تيجي، بيخلص 3 بالليل. المسرح كان التيكت غالي جدا، المسرح كان وفكره ان هو منقول على القنوات ده حاجه ده جميله طبعا هو ده اللي طلعنا يعني هو ده اللي عمل الشهره اكتر، لان الناس ستيل برضو انها تنزل تروح للمسرح، ده تقيل كان عليها لسه في الاول، الناس ابتدت تجي لنا لما شافوا المشروع في التلفزيون. بالظبط كده، إنما الموضوع احنا في الاول بدات تشوف، فالناس بقت كلها انا نفسي اروح المسرح، نفسي اشوفهم بقى لايف، لان انا حبيتهم فنفسي اشوفهم. فدلوقتي التلفزيون بقى بالنسبه لكم اللي هو الوسيله اللي خلت الموضوع ينتشر اكتر، فرقت كتير الحمد لله. بالظبط. هي كانت فكره ذكيه جدا الحقيقه يعني. هو وعشان كان نيته يعني خير فربنا كرمه. يعني هو استاذ اشرف بينا كلنا بالمنتج بقى، ما حدش كان يتوقع ربع النجاح ده. احنا كان في خيالنا ان اللي يشوف المشروع يقول لنا ده حلو، انما الحمد لله الحمد لله النجاح اللي احنا فيه، احنا لحد اللحظه دي مش مصدقين وعايزين نحافظ عليه. يعني احنا خايفين من فكره، احنا بنقدم سيزون جديد اهو، فخايفين من فكره ان ايه، عايزين كل سيزون يبقى اعلى من اللي قبله، مش عايزين الناس تيجي تقول ايه. يعني احنا الحمد لله احنا ما بنعملش سيزون غير لما الناس كلها بيبقى فيه قرار من الجمهور لازم تعملوا سيزون كمان بجد فعلا طبعا. فالحمد لله الحمد لله يا رب يكمل على خير يا رب فعلا تفضلوا في النجاح ده. بس اهم حاجه هو التنوع بقى، يعني زي ما انت بتقول كده، التنوع بيفرق كتير، لان بالذات السكتشات بيبقى فيها نقد شويه ان مفيش موضوع، ان انتوا بتضحكوا موقف. استاذ عادل امام قال جمله يعني انا بستشهد بيها دايما، كان مع دكتوره هاله سرحان زمان من يعني في 2005 تقريبا او 2004، بيتكلموا على موضوع الرساله، ان الاعمال قال لها لما ببقى بعمل عمل كوميدي رسالتي الضحك، ودي رساله، ما دام ضحكت الناس تبقى نجحت. فاحنا جينا في وقت الناس خارجه من مود في البلد والسياسه فبنقدم، احنا مش مطلوب مننا ان احنا نبقى جهه توجيهيه، لا ان انا اقول له ما تاكلش من لو في فكره مش وحش، ده بالعكس بيضيف للمشروع. ممكن ده تفكروا فيه فيما بعد، يعني بيبقى احلى طبعا. مع كل حاجه انتوا عايزين تجددوا، فممكن في مره تعملوا موضوع، ممكن في مره وبنعمله بالشكل برضو البسيط، يعني ما بنطلعش نقول رساله. يعني بنعمل مثلا مره موضوع يبقى في الهزار، بس فكره ان الولاد ما يجروش على الميراث ويدوسوا على ابوهم، عملنا مسرحيه كده. فكره ان مش عارف الغني والفقير يحترموا بعض، بنعملها بس بشكل كوميدي برضو، ما بنقدمش فيها زي مسرحيات الاساتذه الكبار كلهم، زي المتزوجون، زي الواد سيد شقة، مسرحيه كوميديه في الاول او في الاخر، بس فيها فكره بسيطه، فيها موضوع. يعني في المتزوجون في فكره الجواز وما تحكمش بناء على المستوى المادي، في الواد سيد شغال في فكره ما تقللش من الناس، ما تعرفش ان الغلبان ده زيه زي فالفكره بتبقى خفيفه، ما بتبقاش انا مش بعمل عمل تقيله طبعا. هي كل حاجه وليها حاجتها، يعني الكوميديا ليها نظام معين حتى في الافكار بتاعتها دايما بتبقى افكارها بسيطه وسهله، عشان في النهايه هدفها انها تضحك الناس. صح. وانتوا فعلا قدمتوا ده. وموضوع الشباب، اخبارك ايه بقى بعد